السلام عليكم. تحية خالصة من قناة سهل للجميع. كنرحب بكم دائما وبحال ديما. اليوم تتم الفيديو السابق اللي درت ديال مدينة بن سليمان. جيت نشارك معكم عاود فيديو وصور يعني درتهم انايا، وكنتمنى يعجبوكم. انا صراحه كتعجبني الباديه بزاف. الحمد لله فيها كما قلت لكم الطبيعه زوينه، فيها الجو زوين، يعني كتمشي كتبدلي لا روتين ديال المدينه والهراج، كلشي اللي فيها. كما كتشوفوا كنمشي وكنديروا بزاف د الاعمال وكنتشغلوا باش كنحاولوا نحيدوا ستريس ديال المدينه. يعني ملي كنمشيو اول حاجه كنديرو ملي كنفيقوا كنمشيو نقلبوا على البيض الا كاين شي حاجه، حيت كاين يعني بعض الفترات اللي الدجاج ديال الباديه ما كيبيضوش دائما، وحتى الا بيضوا كيديروا شي حاجه زعما كيحطوا شي حاجه قليله. من بعد كنفطروا كنخرجوا شويه نديروا لا مارش. هنايا كنا غاديين باش نجيبوا الحليب ديال الدار. يعني كما كتشوفوا تقريبا الناس ما كيكونوش بزاف على برا، يعني الدنيا خاويه ونقيه. شوفوا السما كيفاش دايره، يعني رائع الجو في الباديه. اعتذر على التصوير، انا كنبقى نشوف الطبيعه وكنسى راسي انني كنصور. يعني هنا غادي نوصلوا للدار اللي غناخذوا من عندهم الحليب. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله عندهم بقيرات، يعني كيحلبوهم كيستافدوا شويه من داك الحليب ديالهم. كاينين تعاونيات كيجيو كيجمعوا الحليب ديال هذا البقر هذا. يعني وحنا الناس ديال المدينه كنتمتعوا بهذا الجو هذا وبهذا الحيوانات الاليفه اللي كنلقاو في الباديه. كما كتشوفوا كنحضروا الحليب ملي كيكون كيتحلب. هنا الطريق راجعين بحالتنا. كما كتشوفوا الهدوء ديال الطبيعه. يعني وحنا دايزين لقينا شي ناس كيطيبوا الخبز البلدي في الفران البلدي اللي رحبوا بينا وعطاونا خبيزات ديناها معنا. جلسنا شفناهم كيفاش كيطيبوا الخبز. صراحه كيتعذبوا شويه ولكن النتيجه كتكون زوينه. خبز ديال الدار نقي وطايب على العواد، كتكون اللذه ديالو شيء اخر عاوتاني، ماشي بحال الخبز ديال الفران ديال الضوء اولا ديال الغاز. يعني هذا الخبز تاكليه غير بوحدو كيجي لذيذ بزاف. دونك احنا واخا كنشوفوه كيعجبنا ولكن ما نقدروش نديروا هذا العمل هذا اللي كدير هذه السيده. يعني باش طيب مثلا 12 خبزه او 10 الخبزات راه ماشي ساهل.
كما كتشوفوا الخبيز زوين. وهما هاد الافران هادو كيديروهم خارج من الدار، كيديروا لهم واحد البيت يعني في الهواء الطلق، كيبنيو هاد الفران هذا بالطين وبالتبن، وكيخرجوا كيطيبوا فيه وكيدخلوا للدار، كيخليو السخونيه والريحات ديال العواد على برا. يعني وحنا راجعين كتلقاي يعني الماشيه كترعى، كتلقاي بزاف د الحيوانات الاليفه، يعني غاديين بوحدهم، ما كاينش حتى اللي حاضيهم، بقوه الامان. يعني ونخليكم مع هاد الصور هذه ديال الطبيعه وجمالها. كما كتشوفوا هذه الصوره ديالي، يعني خصنا نديروا بحال الناس ديال تما. يعني انا ملي كنمشي لتما كيعجبني نلبس حوايج يتوسخوا يعمروا بالتراب، بالعكس كترتاحي وانتي بهذيك الحاله هذه. كنبدلوا شويه على الشكل ديال المدينه، يعني كنعيشوا الحياه ديال الناس الباديه. يعني كرجعنا عطينا عند الناس هادو اللي مشينا عندهم هاد الحوليه وبنتها هادو، ملي كتعطيهم الربيع بارد في الصباح ما تيبغيوش ياكلوه، حتى كتعطيهم العلف. كما كتشوفوا حتى هما كياكلوا في الطبسيل ديال الطوس. علاش لا، هذه اعاده تدوير الاواني، يعني ما يلوحوش هاد التفصيل هذا، علاش لا ما يستافدوش منه في الماشيه ديالهم. بالنسبه لهذا النهار هذا كان يعني البروغرام ديالنا هو اننا نعاودوا نجددوا هذا القفز هذا ديال الدجاج. كما كتشوفوا يعني الصباغه ديالو بدات كتقدام، وغادي ان شاء الله نجددوه. كما كتشوفوا حنا كنلقاو متعه اننا نعطيو الدجاج ياكل يعني ونصوروهم. يعني هما اللي عايشين الحياه في الحقيقه، يعني مرتاحين، كتجيهم الماكله حتى لعندهم، يعني عايشين الحريه وعايشين الحياه. سبحان الله، عندهم عالم ديالهم خاص بهم.
اليوم راه عندهم وليمه، يعني الاخت ديالي فين ما كتجي معايا كتجيب لهم الماكله، كتمتعهم صراحه، كتهلا فيهم. بالنسبه لهاد الدجاجه سبحان الله كيعوموا في التراب، هذه كدير الحمام ديالها ترونكيل مع راسها. كما قلت لكم بالنسبه اليوم عندنا هاد الاشغال ديال هاد التنظيف ديال هاد القفز هذا اللي قديناه، درنا ليه الدواء، شطبناه وكنعاودوا ليه الصباغه ديالو. يعني واخا كتشوفوه صغير خدا لينا يوم كامل باش كملناه. كما كتشوفوا النظافه والتاويل ضروريين في اي حاجه واخا في الباديه. دونك كما كتشوفوا القفز تنقى، يعني والصباغه راه مهمه، يعني كتعاود تجدد الحاجه وكتنظفها وكتعطيها شكل جديد. ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، ونتمنى انني المشاركه ديالي لكم لهذه المناظر هذه تكون عجبتكم، واخا هي بسيطه ويعني على قد الحال، ولكن بغيت نشاركها معكم. ومازال ان شاء الله عندنا فيديو اخر نشاركو معكم الاعمال اللي كنديروها في الباديه ان شاء الله، ويتبع